السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما شاء الله، الله اكبر. هنعمل طريقة جلاش جميلة جدا وبطريقة سهلة وبسيطة ومكونات بسيطة جدا. شوفوا ما شاء الله الجمال والحلاوة. شوفوا مورق كمان، حاجة كده من الاخر، والطعم روعة. يلا قبل ما نبدأ كلامنا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. يلا نشوف الجمال والحلاوة دي اتعمل ازاي وتورق كده مننا ازاي، وعملنا احلى واجمل واطعم مكشكشة ممكن تقدري تعمليها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة. يلا ندخل الفيديو ونشوف الجمال ده اتعمل ازاي. اول حاجة هنجهز الصينية بتاعتنا، ونكون طبعا مولعين الفرن على درجة حرارة 200. معايا لفة جلاش حوالي نص كيلو. لو انت حابة تضعفي الكمية دي حاجة ترجعلك، او جربي في نص كيلو علشان ما تخسريش حاجة وتكوني جربتي بطريقة سهلة وبسيطة. هنعمل زي نظام كشكشة كده لورقة الجلاش بالطريقة دي، وممكن تدهنيها وممكن تسيبيها كده تعمليها زي مروحة زمان زي ما كنا بنعملها. شوفوا ما شاء الله بكل سهولة جدا. هتطبقي الورقة شمال ويمين كده بالطريقة دي. هنكمل بقية ورقات الجلاش بنفس الطريقة اللي حضراتكم شايفينها، وهنخليهم كلهم ونجمعهم مرة واحدة، وبعد كده نرصهم في الصينية بتاعتنا. طبعا زي ما قلت لكم هنكون دهنين الصينية كويس من الاحراف كده والجوانب، وهبدأ ان انا ارص الجلاش بتاعي بالطريقة دي. شوفوا بس ما تضغطيش عليه جامد عشان يبقى مورق معاكي. بدأت ان انا ارص ورقات القلاش اللي انا متنياها كده مكشكشاها، ودي الكمية اللي كانت معايا. هنزل بقى بكوباية زبدة كده وادهنها من جوه ومن بره كده الطبقات التوريقة بتاعتنا كده بتاعت الولاش بتاعتنا، وبقيت الزبدة هحطها عليه. لازم تعملي الحركات دي زي ما حضرتك شايفة في الفيديو بالظبط عشان ما يعجنش منك. لازم تدهنيه زبدة كويس او سمنة، اي مادة دهنية عندك حضريها كده كويس، بس بلاش زيت عليها. شوفوا ما شاء الله كانت طريقة سهلة وبسيطة، وهتقدري تعمليها وتنفذيها في ثواني. ودي ما شاء الله من حلويات رمضانية ممكن تقدري تعمليها وبكل سهولة. شوفوا ما شاء الله. هدخلها على فرن درجة حرارته 200، وهجهز الحشو بتاعنا. عبارة عن كوباية من الحليب، معايا باكت كريم كراميل هتدوبيهم كده، ومعلقتين سكر بودر، ومعلقة نشا صغيرة أو كاستر. قلبيهم كويس جدا، وحطي مكعب زبدة كده عشان يديله طعم جميل جدا. كده نكون حضرنا الحشو بتاعنا. هنزل طبعا عليه كده بالطريقة دي. لو انت حابة تعمليه كده، لو حابة تسيبيه سايل وتدخليه الفرن دي حاجة ترجعلك، هو ينفع كده او كده. هدخله الفرن لغاية لما يتحمر وشه كده. طبعا محضرة الشربات بتاعنا، هتسقيه ساعة ما يخرج من الفرن على طول. قطعيه بقى بنفس الطريقة كده وقدميه في الطبق. حابة تحطي عليه مكسرات، حابة تسيبيه سادة، حابة تحطي كريمة، دي حاجة ترجعلك. شوفوا ما شاء الله كان مورق معايا وطعمه جميل. كان معايا كيس الكراميل اللي في قلب علبة الكراميل، وزينته بيها كده ادى شكل كويس جدا وجميل بالطريقة دي. كان الطعم ما شاء الله عليه. لو حابة تعملي كريمة ممكن، مش حابة خلاص شوية كده مكسرات عندك وزينيه بأقل التكاليف ممكن تقدري تعمليه. شوفوا ما شاء الله مورق طبقات جنب بعضها وبطريقة سهلة وبسيطة. هتقدري تعملي أي حلويات في رمضان مع ولاء بطريقة سهلة. شوفوا طعمه جميل جدا، ما اقولكوش بصراحة كان طعمه عامل ازاي، حاجة كده من الآخر. شوفوا الجمال والروعة، حاجة كده عسل. حط اللايك واعملي شير ببقية الكيس، وزينت بقية الولاش بتاعنا كده بالطريقة دي. لو مش حابة خلاص دي حاجة ترجعلك. وده كان فيديو النهاردة، واشوف وشكم في فيديو جديد ان شاء الله. كانت معاكم ولاء احمد من اكلك احلى مع ولاء،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحلى متابعين.